ما هي أفضل نصيحة ملائكية بخصوص الوفرة المالية؟ طبعا بعد خلط الأوراق سحبتها، طلعت هذه البطاقة تقول طبعا هي الترجمة حرفية شوية بها، يعني يقول عزيزي يعني ترجمة شوية بها خطأ. لا داعي للمعاناة أو التضحية، حافظ على نية التراجع عن أي تعهدات بالفقر أو إنكار الذات التي قد تكون قد قطعتها بوعي أو بغير وعي في أي عمر. أثناء قيامك بذلك سيتم التراجع عن جميع آثار هذه الوعود لجميع المشاركين في جميع اتجاهات في جميع اتجاهات الوقت. يعني أحد أسباب الفقر هي إنه الإنسان قاطع على نفسه وعد أو حاكم على نفسه بحكم ومقرر قرار، وأحيانا بدون ما يشعر بأنه هو لازم يبقى فقير طول عمره، لأنه حسب اعتقاده بأنه الله ما يحاسب الفقراء، أو أنه الله راح يدخل الفقراء الجنة والأغنياء راح يحاسبهم حساب عسير، أو أن الإنسان إذا صار غني راح يطغى وراح يسوي المنكرات، أما إذا بقى فقير فإنه راح يبقى مؤمن. هاي طبعا كلها أحكام ومعتقدات سلبية تحجب المال وتحجب الغنى وتسبب لك الفقر دون أن تشعر. أضرب لكم مثال، أحد الأشخاص فقير زين، بعد ما سويت وياه يعني جلسة للوصول لسبب الفقر، كان بشبابه يقول اللهم، كانت عنده فلوس طبعا، كان يقول اللهم اجعلني فقير حتى أكون مطيع لك. يعني هو كان أصلا عنده فلوس، لكن دعا من مو معناته الله استجاب الدعاء، لا، لكن هذا عهد هو اتخذه على نفسه، يعني عقد على نفسه عهد اللهم انه هو لازم يكون فقير حتى يبقى مطيع لله، فبقى يعني هذا احد الاسباب اللي سببت له الفقر. فاحيانا هذه العهود وما اكثرها، لكن احنا ما منتبه له او ما ندري يعني او ما نشعر بها، ومنتشره طبعا من اكثر الوعود واكثر المعتقدات المسببه للفقر. هذه هي اللي قلتها اللي منتشره بالمجتمع. مثلا واحد يعتقد انه الله كاتب عليه الفقر، او هاي المعاناه اللي يطلعونها بالفضائيات والناس تتباكى والناس تتذمر، هذه كلها مو زين، كلها هذه عهود وكل هذه افكار تحجب الرزق وتزيد الفقر. ف لإزالة هذه العهود أو هذه الأحكام الاستغفار الدائم، استخدم الاستغفار. وكذلك اكو جلسات خاصة لإزالة، مثل ما قلت لكم هذا الشخص أزلت منه هذا المعتقد، اكو جلسات خاصة تزيل هذه المعتقدات من الذهن، لأنه إذا زالت راح يتغير الوضع المالي. فإذا كان عندك أو تعاني مثلا بهذه الأمور أو من خسائر، أيضا تشمل الخسائر بالمال، وأيضا تشمل يعني عدم الوظيفة، يعني الفشل بالوظيفة كلها أيضا تشملها. فهذه البطاقة شرحت لنا هذا الجانب. وأيضا هدية من عندي، أخذوا هذه نسف معتقد، أحد المعتقدات ما هي العهود والعقود والمواثيق، واللي قطعتها على نفسك واللي سببت لك الفقر وسببت لك ضيق الرزق، واللي لو سمحت لها بالزوال والتلاشي من حق لك الطاقي لتدفقت إليك الوفرة المالية بأفضل صورة ويسر وفرح وبها. كل ما لا يسمح بذلك ممكن تنسفه من نقطة خلقه إلى الأبد عدد لا يعلمه إلا الله. قول نعم إذا حبيت إنه تزيل هذه العهود. شكرا. اكتب لنا بالتعليقات شنو حسيت، وإذا أشوف يعني تفاعل وأشوف يعني كلام مشجع أستمر وياكم بهذه يعني الفيديوهات.